سيداتي سادتي، إذا كان تكالب الإعلام الكرغولي مفهوما، وأصبحنا متعودين على نباحه، مؤمنين بمقولة القافلة تسير والكلاب تنبح، فإننا لحد كتابة هذه السطور ما زلنا لم نفهم تصاعد حملات الإعلام المصري أو بعض أقلامه ضد المغرب. أولا، أنا أخاطب عقلاء مصر حول طبيعة هذا التكالب من أرض الكنانة، وما معنى هذا الحقد الدفين تجاه كل سبق مغربي وحق مغربي. فالمغرب دائما كان هو أرض الكنانة، رغم الخلاف السياسي يطفئان فتيل التصعيد، لأن هناك بطبيعة الحال قضايا مشتركة. ثانيا، النقد البناء مباح، لكن ليس لحد التجريح، فكما فعل وائل جمعة عندما خاطب شيبو قائلا بأن المغرب استفاد من استضافته بكأس إفريقيا، حقيقة أن هذا الأمر مجانب للصواب، فنحن استقبلناها سنة 1980 وخرجنا من المولد بلا حمص. ثالثا، ليس من مصلحة المغرب ولا مصر الدخول في حلبات الصراع، فالمغرب استعمل حقه في الغطاء القانوني وربح الرهان، وهي ضربة موجعة لكل من يخرج عن بنود القانون وإلزاميته. وكما يقول المثل: الراجل مخاسم مع مرته والراجل ماله هز براته.